كيلو كفته جاي لي يا جماعه نص كيلو. كيلو كفته من عند حجوجه جاي لي نص كيلو. اشتريت كيلو جالي 570 جرام من عند حجوجه. ساده طبق رز ساده عند قصر الكبابجي ب 100 جنيه. هنقارن النهارده يا جماعه كيلو كفته من اكبر 3 مطاعم في مصر واولهم قصر الكبابجي وسعر الحاجه لما وصلت لي. تعالى كده كيلو كفته وواحد رز ب 1922 جنيه لكيلو كفته في مصر. وتاني واحد معانا من اكبر المطاعم حجوجه وغنيه عن التعريف، وكيلو الكفته ب 800 وحاجه بسيطه 840 تقريبا. وتالت واحد براند تقيل ولكن ملوش شهرة قوي غير في مصر الجديدة ومدينة نصر. الناس اللي في القاهرة القريبة من مصر الجديدة هتعرفوا هو شاكر الكبابجي. وده يا جماعة الراجل رقم واحد اللي عمل سندوتشات الكفتة في مصر. يعني لما كان زمان تروح تاكل سندوتش كفتة مشهور كان الناس بتروح لشاكر في مصر الجديدة. واللي يعرف الكلام ده يكتب في الكومنتات. عرفوا الناس مين هو شاكر الكبابجي يا جماعة في الكومنتات، لأن في ناس كتير الجيل الجديد ما يعرفش يعني ايه شاكر الكبابجي وقد ايه الراجل ده كان مشهور، وبسبب قلة الدعاية الناس نسيته ونسيت أصلا مين شاكر الكبابجي. الكيلو ب 640 جنيه بالرز بالحاجة في كله تقريبا، يعني 680 جنيه شامل توصيل والدنيا جميلة. يلا بينا هنوزن اصلا الحاجة واحدة واحدة، وانا عارف ان البرنس ده تقيل في وسطهم وهو اللي هيكسب في الاوزان، ولكن كطعم سيبها على الله. يلا نشوف اللي جاي مع كيلو الكفتة ابو 1900 جنيه ومعاه كيلو الكفتة للامانة مكتوب اهو 1462 غير شامل الضريبة. وطبق الرز بشعرية ب 84 جنيه غير الضريبة. طبق الرز دوت يا جماعة في مصر طبق رز بشعرية ب 100 جنيه، واقف عليا ب 100 جنيه. طبق الرز من قصر الكبابجي سادة، لا إله إلا الله، ده الدنيا يعني كده أهو. وكفرين وادي شنطة قصر الكبابجي. نوزن بقى كيلو الكفتة بتاع قصر الكبابجي. عد معايا 1 2 3 14 صابع كفتة عماليق. الميزان عندك كام؟ بيقول ايه؟ كيلو و 150 جرام، يعني كيلو طن. كيلو الكفتة عند قصر الكبابجي ب 1450 جنيه، يعني قول 1600 ولا 1700 بالضريبة، ولكن جاي لك كيلو طن. منظر الكفتة خد صابع خوازيق. يعني قصر الكبابجي دافع في كيلو الكفته ده بالضريبه حوالي 1600 1700 جنيه ولا 1800 جنيه كمان لما جالب التوصيل. ومفيش واحده طحينه واحده يا راجل. طب بعت لي ده عيش ومفيش واحده طحينه. اوردر ب 1900 جنيه ومفيش واحده طحينه. عايز اوريك حاجه. بص منظر صابع الكفته تقريبا قد كف الايد وكفته نظيفه من جوه قوي. وعايز اقول لك طعم الكفته عالمي عالمي. طعم لحمه نظيفه قوي، بهارات خفيفه، ما فيهاش الفلفل الاسود اللي يجزعك وتحس بحرقان في طعم الكفته. طعم كفته 10 من 10. ندوق الرز بتاعهم وندوق طبق الرز اللي ب 100 جنيه يا جماعه ساده. طبق رز ساده عند قصر الكبابجي ب 100 جنيه. اطبخي يا ست كل رز في بيتك. سريعه. رز مسكر قوي، كان نفسي يطلع وحش. رزها نضيفة ومسقسقينها بشوربة فيها طعم سمنة نضيف وطعم شوربة نضيف. خذلوني ولاد الذين. اخد عليها حتة كفتة. حتة كفتة لا تقارن. هي غالية قوي ولكن كفتة نضيفة قوي. طعمها لحمة نضيفة قوي، شوية نضيفة قوي. فيها بهارات خفيفة متبهرة صح. خامة 10 من 10. لحمة نضيفة تحفة. انضف كفتة لحد دلوقتي اكلتها في حياتي. ان شاء الله الاثنين الجاي يبقوا حلوين. ولكن الصراحه قصر الكبابجي كطعم كفته 10 من 10 ونجمه. كسعر كفته سالب 18. تاني واحد معانا شاكر يا جماعه الكبابجي وعنده كيلو الكفته ب 640 جنيه ورز بشعريه ب 60 جنيه. يبقى مش عارف وتوصيل 35. هو هنا كاتب خصم 70 جنيه فبقى الحساب كله 665 مع ان كيلو الكفته هو ليه عامل لي خصم؟ هو هل يا ترى يا عم شاكر يا كبابجي عرفت ان انا هاني فود فعملت لي خصم 70 جنيه على الاوردر؟
تبقى اهانه، تبقى اهانه. انا عايز اعرف الرصيد ده معمول لي خصم 70 جنيه ليه؟ انا عايز اعرف يا جماعه، حد من عندكم بالاداره يخش يقول لي يا عم احنا عملنا لك لما سمعنا ان انت هاني فود عملنا لك خصم 70 جنيه، عشان انتوا كده بتتريقوا علينا يا جدعان. الوحيد تقريبا اللي جاب ايه يا عم كل السلطات دي؟ هم كده عرفوا ان احنا بنصور ولا ايه؟ طبق رز بشعريه ايه؟ ب 60 جنيه كيلو. الراجل شغال والاسعار رهيبه رهيبه رهيبه. ولكن يا عم شاكر هنوزن اللي انت ما تعرفوش، ان احنا هنوزن الكفته بتاعتك كما ينبغي ان يكون. يعني هيبقى زيك زي قصر الكبابجي اللي عملناه فيه، وطلع كيلو الكفته عنده كيلو 100 مكسره يا عم شاكر. ولكن ده بيفكرني بابو شقره، نفس شكل الكفته. طب نعدهم ازاي دي؟ كيلو الكفته عند شاكر ب 640 جنيه بس 700 جرام يا جماعه. كيلو كفته جالي من شاكر الكبابجي 700 جرام، وجالي من عند قصر الكبابجي هنا ب 640، والكفته عند قصر الكبابجي ب 1800 جنيه تقريبا بالضريبه. في فرق شاسع في السرعات، تقريبا ده بمقام ده مرتين، ولكن السعر هناك 3 اضعاف. فهنقارن الطعم دلوقتي. خش بقى على طبق الرز. رز بشعريه، اول مره اشوف رز بشعريه اسود، هو مسود شويه. هنبدا بالكفته، وده منظر الكفته عند شاكر الكبابجي. انا حاسسها متفله شويه من اول ما فتحتها بايدي. بص، طعم الكفته نضيف، ولكن تحس ان فيها بصل كتير، فيها حاجات كتير، فيها حاجات داخله كتير، فيها طعم تتفيله. يعني بص كده، بص منظر هنا، عايزك تعمل لك لوز شويه، تحس ان البصل واضح، الحاجات المخلوطه بيها الكفته واضحه في الطعم وواضحه في الشكل كمان. هدوقها بالطحينه تاني، نديله فرصه كمان عشان شاكر ده تقيل في البلد يا جماعه، انا مش قده. الناس الكبيره لا احترامها. هو لا بقوله، هقوله تاني، ان البصل ظاهر. يعني بص كده، لو قطعنا دي حته بصله، بص، فطعم الحاجات اللي جوه مع الكفته واضحه. تحس ان انت بتاكل ايه، كانك مثلا كلت حته لحمه وعليها معلقه بصل، معلقه حاجه، ففي ميكس. ندوق الرز ونشوف. رز بشعريه بشع، مش حلو. واخيرا يا جماعه حجوجه، وكيلو الكفته ب 800 جنيه، وطبق رز بشعريه ب 50 جنيه، وجاي كفرات 3 عيش، كيسين عيش، وشويه سلطات، 3 طحينه و3 خضره. الله يبارك لك يا حاجه، والله انت ست محترمه كحجوجه، ست محترمه. ولكن ايه اهم حاجه الوزن. حجوجه مش هنسمع عليك لو بعت لنا سلطات، وانا حاسس ان الكفته خفيفه. يعني شاكر طلعوا 700 جرام، حاسس دول 300 جرام. حاجه ربنا يستر. ده شكل مختلف تماما عن الكفته اللي فاتت خالص. يعني ايه، اللي فات شكل، واللي فات تاني شكل، وده شكل تالت خالص. انا مش فاهم هم بتوع الكفته جايبين لي كفته نصاص ليه كده؟ يعني هي يعني ليه اصلا مديهاني ايه ده؟ ايه هو ازاي بيعملوها كده اصلا؟ ازاي بيخلوها مقسومه كده؟ كده الميزان عندك ايه نشوف؟ 570 جرام. يا نهار ابيض يا حجوجه، ده حجوجه دي عالم كبير جدا. جايبه لنا كيلو كفته نص كيلو. كيلو الكفته يا جماعه عند حجوجه نص كيلو، وادي الميزان قدامكم واحنا فاتحينها مع بعض. ده نص كيلو كفته. ارفع وحط تاني لكل ميزان معلق. جاي قد ايه؟ نص كيلو. يا خراب ابيض يا جماعه، يا حجوجه في كلام هيزعل. عارف انتوا كده هتزعلوا مني جامد في الفيديو ده، مع انهم علم من الاكل الشرقي الجامد. ولكن هاتوا كيلو كفته من ورايا، انا بعمل ريفيو دوت ودافع حقه والدنيا تمام. كيلو كفته جاي لي يا جماعه نص كيلو. كيلو كفته من عند حجوجه جاي لي نص كيلو. اشتريت كيلو جالي 570 جرام من عند حجوجه. ده انا لازم اغنيها لان انا دافع 800 جنيه. ده قصر الكبابجي بقى الصراحه من حقه ينتشر. وادي طبق رز بشعريه ابو 50 جنيه. هدوق الكفته الاول، ومديني عيش كتير. هو انتوا هم وازنين العيش؟ لا كانوا بيوزنوه بسلطات وعيش. تهريجه تهريجه، سيبوني اهرج، ما انا بحرق دمي. دافع كيلو كفته جالي نص كيلو. حط نفسك مكاني يا اخي، حط نفسك مكاني يا عم. يا بتتفرج اتحرق دمي طبعا. انا ايه، انا كنت اصلا عازم ناس هخلص الريفيو واروح اكلهم من كفته. وادي طحينه حجوجه.
هعمل ايه؟ كفته بص انا اللي غايظني في حجوجه ان الكفته صغيره، غير ان هي الكيلو جاي نص كيلو. حجوجه كفته جامده قوي يا لهوي. ولكن لاجل الامانه بردك في حته زي شاكر، عارفين الحاجات اللي مخلوطه بيها الكفته، البصل والحاجات ظاهره قدامك باينه. انا بص تحس ان ايه، ان البصل والحاجه اللي هي اتخلطت بيها ظاهره في الطعم. وهنا الدهن اكتر، بص منظر الدهن، واخدين بالكم منظر الدهن اكتر، ولكن هي دسمه وطعمها حلو. يعني طعم الكفتايه هنا عارف انت بتاكل صابع كفته حرش مسكر نضيف. خش بالطحينه يا عم بقى كفته جوسي لوسي خالص، قمر. كفته فظيعه قوي، نضيفه قوي، رهيبه. انا لو هكمل بعد الريفيو هكمل من كفته حجوجه. رز ابو شعريه بأمانة الله وحياة النعمه دي ما بكذب، رز بشعريه بتاع ست الله يرحمها كانت بتعمله بسمنه بلدي نضيف، طعمه فخم فخامه، رز بشعريه عالمي، متعه 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 والله العظيم. طب عشان ما نطولش على الناس، كيلو الكفته جه عند قصر الكبابجي كيلو 150 جرام، سعره طاير في السما، سعره طاير في السما، كواليتي نضيف قوي، وانت عايز تاكل خامه نضيفه. حجوجه 800 جنيه، ولكن جاي لك حوالي نص كيلو 570 جرام، يعني نص كيلو، كواليتي نضيفه قوي، ولكن هتحس بطعم ان في بصل فيه مش عارفه ايه، ولكن طعم كفته حرش صايع نضيف قوي. الرز بتاعهم عالمي، الطحينه نضيفه، السلطات جايه انا شايفها فيها روح كده نضيف، وطعم حاجه خامه نضيفه. حجوجه ولا شاكر؟ لا حجوجه طبعا، شاكر لاحترامه، ولكن بمقارنه يا جماعه اللي بقارن ما بينهم، ما بقولش ما بقللش من حد، ولكن دي اسمها مقارنه ان الكفته بتاعت حجوجه احلى من شاكر، احلى، سعرا اغلى، اغلى، والرز بتاعهم عالمي، رز بشعريه بسمنه بلدي، ده ما بيحصلش في بعض المطاعم كتير. الكبابجي الرز بشعريه بتاعته تحفه تحفه تحفه، واضح فيه طعم السمنه والشوربه، ولكن مش دسم دسمه الرز ده، دسم الرز ده دسم قوي، دسم بوضوح. المقارنه ما بين حجوجه دلوقتي وقصر الكبابجي، انا قلت لك انا مش هقول لك ده وده لا، حجوجه وقصر الكبابجي بالنسبه لي تحفه، ولكن انت بقى فاهم يعني لو هنقول ده ب 800 وده ب 1600 مثلا او 1800 جنيه تقريبا بالضريبه والحاجه، انا الشيك يعني انا محروق دم، انا دافع 1000 انا يعني المفروض واحد غيري يشتمهم ان انا دافع 1900 جنيه في كيلو كفته واحد رز بشعريه، والله ما خدت غيرهم. مكتوب يعني انت بصيت في الرسيد اقرا اللي مكتوب فيه. ولكن انا الصراحه برضك اتبسطت، يعني لو انت عازم ناس عندك حجوجه وعندك قصر الكبابجي وانت ومقدرتك، الاثنين تحفه، الاثنين لو انت هتاكلهم في بيتك تحفه. انت بقى قارن، ده نص كيلو ب 800 وده كيلو ده كيلو 150 جرام ب 1000، يعني والله لو انتوا بتظلموا قصر الكبابجي عشان ما نبقاش احنا كدابين الصراحه، لو احنا بنضحك على الناس لو بنقول اي ريفيوهات وعايزين نطلع حجوجه ونخفص الارض بقصر الكبابجي، لا، فقصر الكبابجي هو براند كبير قوي، عامل معدل مقابل السعر بتاعه. سعرك غالي قوي يا قصر الكبابجي، ولكن لما بروح هناك طاجن الكوارع بالورق العنب، طاجن ياكل 3 4 رجاله مع احترامي ليكوا يعني. كيلو الكفته كيلو 150 جرام بسعر عالي جدا، ولكن هو مديك حقك بالظبط بما يرضي الله وزيادتين شويه. حجوجه ب 800 جنيه، ولكن مش هقول بقى انت كده ضحك عليا ولا لا، ما اعرفش انتوا حاسبينها ازاي، ولكن احنا لو بنظلم قصر الكبابجي ان اسعاره غاليه بامانه الله هي معادله، يعني لو حسبت ال 800 جنيه مقابل الكيلو 150 لا فكل واحد كده الصراحه زيهم زي بعض. حجوجه تعتبر نفس سعر قصر الكبابجي، ولكن باختلاف ان هو قايل لك ان ده كيلو صافي وده قايل لك كيلو مش صافي، يعني حجوجه مش كيلو 500 جرام وده كيلو صافي 150 جرام. وبامانه الله للامانه انا مش متصل برقمي، ولا ده عارف ان ليا ولا ده عارف ان ليا ولا ده عارف ان ليا. ايه اصلا دخل رز بشعريه بالحوار؟ انا بحب اكل كفته برز بشعريه وعيش وطحينه. مش عايز اطول عليك اكتر من كده، لو سمحت انا دافع رقم في المقارنه دي، هستفاد منك ازاي بقى لما انا اقول لك ان انا فدتك وقلت لك دلوقتي شويه كلام، انت استفدت ان هتبعد عن شاكر وتروح لحجوجه وقصر الكبابجي وهتبقى فاهم الكلام، هتعمل لي لايك وهتعمل لي فولو لو انت مش متابعني عشان تشوف حاجات تانية، وهتعمل لي كومنت جميل لو عجبك اصلا الريفيو، وتقول لي رايك انت كمان في اللي انا قلته ده كله، هل كلامي اصلا اقنعك ولا لا. واقفل، وكان معاك هاني فود، استنوا مقارنات كتير.